سلام، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم كان يومي شوي متعب بس حلو، في راحة نفسية كتير كبيرة. طبعا اليوم عملت الحمام كله، نظفته يعني من فوق لتحت، خليته يلمع لمع، يعني كأنه حمام فنادق. لا والله، ويمكن أنظف كمان، ما شاء الله عليه. المهم انه بلشت طبعا بفنجان القهوة اللي شفتوه، طبعا هيك كان حلو كتير. طيب ما بعرف، ما فيني أقوم بلا ما أشرب فنجان قهوة. مو فنجان صراحة، وهو كذا فنجان، بس يعني الوقت، يعني مثلا شي كل مرة كل نص ساعة هيك بتلاقوني ماسكة فنجان قهوة لصحصح. صراحة إذا ما شربت القهوة بحس عيوني رح تتغمض من النوم. طبعا بالليل بنام بس ما بعرف، بتعب كتير بالنهار. بحس حالي القهوة هي اللي بتعطيني نشاط أكتر، طبعا مع فيتامين سي وهيك شي، بس القهوة بتصحصحني أكتر. هون مسكت هالرفوف الصغيرة، طبعا كان فيها هيك علبة صابون وهيك شي، بس صراحة بيجي فيهم هيك صفر. لو تشوفوا بس أول يوم يعني لما سكنت بالبيت، يعني عملنا عقد الإيجار وهيك وفتنا على البيت، كانوا هدول مو لون هيك أصفر، لا، على سواد، أقسم بالله على سواد. يعني كان الحمام مستحيل، لو كنت عملت قناة بهداك الوقت مستحيل تقولوا انه هذا الحمام هو نفسه الحمام اللي هلا انا فيه. صراحة سواد ووسخ، يعني العفو منكم، عفن، ريحة يعني كتير كتير بشعة، بشعة قد ما بقولكم، بشعة صراحة. وفضلات ما فيني يعني خليكم يعني تقرفوا، يعني العفو منكم، بس صراحة أقسم بالله يعني ما فيكم تتخيلوا، اشياء مو طبيعية صراحة. بس الحمد لله كنت كل يوم تقريبا يعني في الصبح اخد جزء من الحمام اعمله، لانه صراحة مرة فقت، كان الساعة 5، فقت، توضيت، صليت طبعا، شربت قهوتي وقلت خلص بدي بلش بالحمام، لانه كأنه كان رح يجيني اكتئاب منه. فبلشت نظف، أقسم بالله كان بس تواليت لحاله، مو الحمام، تواليت بس لحاله، أخد مني يمكن من الساعة 5، 5:30، 6 هيك، ليمكن للست المساء وما كملته. يعني شلت اللي بقدر عليه ودخت وتعبت. وصراحة كانت ايدي اليمين توجع كتير، لدرجة انه ما قدرت احركها او حرك اصابعي، كأنه صار لي تشنج كبير، مو تشنج صغير. فصراحة قالوا لي اللي بالبيت يعني ليه تعبتي حالك لهالدرجة؟ كنتي كل مرة بتعملي شوي. فمن هداك اليوم طبعا عدت، والله مرضت، مو بس من التعب اللي بإيدي، حتى من الريحة، لأنه أنا أصلا الريحة المقرفة، يعني العفو منكم، عندي حساسية. صراحة لبست كمامة وهيك، بس شميتها، والله شميتها وتعبت. بعدين شو سويت؟ طبعا يعني هيك تقريبا شي اسبوع ما فيني احرك ايدي اليمين، يعني بس يعني بنظف بايدي اليسار. هون يعني تحت الحوض، حوض اللي بنغسل فيه وشنا. وطبعا هاد مو وسخ، هذا شو اسمه، هدول تبع العيون،
بيصير صدى فيهم، ينزل الصدى بينزل لتحت. فبس يعني بشو اسمه هيك بأي خرقة عندكم قديمة وهيك، وبتعملوا عليها بس يعني هيك منظف، ويعني ومسحتها، نطفت يعني دغري نطفت، صارت تلمع. طبعا رديت كل الأغراض هون. مثل ما قلت لكم يعني أسبوع وأنا ما فيني حرك إيدي. طبعا شربت دواء لشو اسمه للوجع، والحمد لله مشي حالي يعني وخفيت عليه. بعدين قررت اني اعمل نظام، كل مرة نظف جزء. مثلا مسكت هاد تبع الحوض يمكن تقريبا شي يوم كامل وانا بس معه. بعدين شو اسمه يعني المكان اللي بنتحمم فيه كمان أخد مني يوم. وبعدين تواليت، طبعا تواليت يعني مو بس أيام، كل مرة بنظف شوي، كل مرة بنظف شوي عفوا لصار يلمع. صار كتير حلو ومرتب، وصراحة صار يعني هيك بيشهي. يعني حتى لو مثلا بتنظفي البيت وبعدين بتفوتي على الحمام تعملي لك حمام دوش سخن، بتحسي بالنظافة يعني بالنظافة والرتابة هيك، وشي مرتب ونظيف، وبتحسي حالك كأنك مثل ما بيقولوا بحمام 10 نجوم. أنا بحسه هيك صراحة. بس نظفنا طبعا، غيرت هالحنفية لأنه كانت القديمة لصاحبة البيت كانت مكسرة. طبعا هي ما كانت مكسرة، قالت لي بس المستأجرين اللي كانوا قبلك خربوا لها إياها. طبعا ويعني وعملوا كمان، الله يعين كل حدا، لأنه طبعا يعني في ناس معهم أطفال، والأطفال صراحة بيخربوا أشياء كتيرة بالبيت. يعني وخصوصا إذا الأم يعني ما بتراقب دايما هيك ولادها، فطبعا رح يخربوا كتير أشياء. فمشان هيك يعني كان صارت دايما صاحبة البيت بتخاف انها تأجره. شوفوا لي هالجل طبعا للستات للنساء وللبنات كمان، للمناطق الحساسة طبعا. كتير ريحته يعني منظف، وكتير ريحته بتجنن، بس مع شوية مي وبتغسلي فيه صراحة بيجنن، وريحة مو طبيعية يعني. وأي التهابات، أي مثلا ريحة مو منيحة، ف يعني دغري بتروح منك. وحلو كتير 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 كتير. يعني هاد لو كل يوم بتغسلي بس فيه مرة واحدة، مستحيل يعني مستحيل يكون عندك التهابات، مستحيل يكون عندك مثلا مرض فطري أو هيك، لأنه يعني هو صحي من الصيدلية طبعا. أنا هذا ما بستغنى عنه، يعني على طول بنستعمله طبعا إلي ولبنت حماي، لأنه يعني ضروري ضروري لأي بنوتة أو أي مرة متزوجة، يعني للكبير وللصغير صراحة. حلو كتير بيجنن، وريحته بتجنن كمان. هون طبعا على التواليت هون كان يعني كان وسخ، كان لازق. أول ما سكننا يعني شو اسمه بآلة حادة كنت عم نظفه. تصوروا يعني العفو منكم، حتى بعد ورا كرسي الحمام كان في كوارث، كوارث ما فيني احكيها. بس اقسم بالله، اقسم بالله يعني لو شفتوها كنتوا خفتوا، والله خفتوا. بس الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الله كريم. الله يعطينا القوة دايما، يعني لنكون هيك قد وقدود ان شاء الله يا ربي، وننظف ونكون قد حالنا. طبعا هون كمان الحنفيات كانوا كتير وسخين، بس مو وسخين، فيهم صدى صراحة. بس غسلهم بالهذا المنظف يعني يومين 3 بيرجع فيهم كأنه صدى. يعني الكواليتي تبعهم مانا يعني حلوة كتير صراحة، بس ماشي حالهم حلوين. المهم نظفتهم صاروا يلمعوا. وعملت هاد كمان ستيك، ريحته كتير بتجنن بالحمام، بحبه كتير يعني. بس
هيك بيخلص برد اشتري كمان واحد. وساعات بشتري كمية كبيرة مثلا 4 5 6 7 مثلا حبات، وبقول كل مرة بتخلص وحدة بحط التانية بحط اللي بعده. فيهم ألوان كتير ويعني وروايح كتير، من الأصفر من الأخضر. صراحة الأخضر هو أحلى واحد فيهم، أنا بيعجبني الأخضر أكتر شي. يعني الغلاف لونه أخضر هو اللي بيدي الريحة القوية كتير. بس بهداك اليوم يعني ما لقيت بالمحل، لقيت بس الموف والأزرق والأصفر، ما لقيت الأخضر. فاشتريتهم نوعت منهم، وبس لاقي الأخضر إن شاء الله يعني برد جيب يعني من كميات أكبر، لأنه صراحة بعتازهم كتير وهن حلوين للحمام. طبعا فيك أكيد لازم نغسل الحمام كل يوم وننظفه، بس شو اسمه بهالستيك بيعطيكي ريحة حلوة كتير بتجنن بالحمام، بتحسي دايما حمامك نظيف ومرتب وحلو. طبعا هالصالة كمان مو صالة عفوا، يعني المكان اللي بتحمم فيه كمان غسلته كله يعني من فوقه لتحته. طبعا أنا اختصرت مشان يعني ما تملوا مني وما تقولوا الفيديوهات طوال وهيك. بس صراحة التصوير بيبين هيك شي دقايق بس والله العظيم أخد مني يوم كامل. يعني مثلا مثل اليوم أخد مني يوم كامل، يعني من كتر ما قعدت فيه صاروا كل تيابي يعني مو مبلولة كأني تحممت وأنا ما تحممت. يعني بعدين لا تحممت، بس طبعا كنت بغسل. شوفولي إنه الشكل النهائي صار يلمع حلو وهيك، وريحته كلها هيك منظفات. وطبعا ريحة الستيك كمان تديه نظافة كتير حلوة. كمان صار يلمع حلو. هون طبعا بس نشفت فرشت الحمام. بحب دايما غسل هالسجادة تلكون هيك، وبحطها سجاد بحطها تحت حوض الحمام بس نتوضى وهيك، ما يعني تنكب المي كلها بالأرض، ونضل كل مرة بنشف يعني طول اليوم وأنا نشف. فطبعا شوفولي كمان هون كيف صار يلمع يجنن، يعني نضيف من جوا ومن برا كتير حلو صراحة. يعني لو بإيدي كنت قفلت وقلت واحد يعني ما حدا لازم يفوت عليه خلاص لا يضل نضيف هيك ويلمع. كل السيراميك طبعا غسلته ومسحته ونظفته. قلت لي اعمل لي يعني هيك غدا خفيف. طبعا جابوا لي سمك قبل بيوم، فقلت يعني غسلته هيك غسلة خفيفة وحطيته بالثلاجة. وبعدين هوني غسلته أكتر يعني نظفته لصار كل الدم طالع لبرا. طبعا هذا شمندر، بحب كتير أعمل شمندر بالمي والملح والسكر وأكله هيك على شكل سلطة، بحبه كتير. طبعا مع عصرة ليمون يا سلام عليه بيجنن. هون عملت تتبيلة صغيرة للسمك، سمك السردين طبعا. بس ملعقة كبيرة من طماطم المصبرة، طماطم العلب، فلفل أسود وملح، وكمان كزبرة، ويا سلام تخلطيهم طبعا وشوية مي وبتحشي فيهم السردين. هاي طريقة جزائرية 100%، بتجنن صراحة، جربوها والله بتموتوا عليها. طبعا ما ننسى التوم، أهم عنصر فيه هو التوم، لأنه التوم يدي نكهة كتير حلوة طبعا. وبنعمل كمان معه شوية كمون، يعني ملعقة صغيرة كمون جوا. وطبعا الطحينة ما ننسى نحط فيها من فلفل أسود وكمون وملح مع طحينة، مشان بس هيك نحط شو اسمه السمك سردين يعني عليه هيك. بنغلف كل السردين عليه، وطبعا دغري على المقلاية تكون فيها هيك كمية زيت منيحة يعني مشان نقلي فيها السمك، سمك السردين يعني. وبعدين بس ينقلع يا سلام عصرة الليمون كتير طيبة.
يعني أنا بموت على السمك، بحب كل أنواع الأسماك. ما إلي كتير في اللحوم، بس إلي في الأسماك بحبهم. يعني لو بإيدي باكل كل يوم نوع سمك أو نوعين سمك. طبعا هذا اللي شفتوه اللي عصرة الليمون، بس يطلعوا السمكات بعصر عليهم ليمون. كمان رد طالع التانيين بعصر عليهم ليمون ليصير الليمون كله جوا هيك، وبدينه كي لذاذة كتير حلوة طيبة. بحبهم كتير. طبعا أكلنا وشبعنا وصراحة وكل البيت مرضانين، ما كذب عليكم. حتى أنا يعني مرضت، ما بعرف في الشتاء، بس ببلش الشتاء بصيروا كلنا مرضانين، وكلنا عنا هيك زكام وحاد. يعني مثلا بيطول معي، بيطول كتير. يعني ما بيطول كتير، بس معي والله بيطول، لأنه طبعا عندي حساسية. فأي نسمة هوا هيك باردة يا سلام، باخدلك هالمرضى ورد اقعد بالتخت. يعني كل مرة شي أسبوع شي أسبوعين. بس طبعا أنا المسؤولة على البيت جوا، يعني بالنظافة وبالأكل بالطبخ، فما فيني ضل بالتخت صراحة. إذا قعدت يوم بالتخت يا سلام بيضيع البيت. فدغري لازم أقوم واتنشط. طبعا بشرب دواء مضاد حيوي وهيك وأدوية المرض. والحمد لله يا ربي دايما الله بيقوينا، وبنقوم على حالنا هيك وننظف ونرتب وهيك. طبعا وعملت كمان كاسة. شوفوا لي هالكاسة شو حلوة، بحب أموت عليها. هدول تيجي علبة وفيهم كاستين، يعني هيك قهوة ما بتنزل لتحت على طول، بتضل بس بالنص. شكلها ومنظرها كتير حلو. طبعا بالعشاء قلت خلص ما فيني، أنا حموت بالتعب. طبعا الحمام أخذ مني وقت كتير كتير، فقلت يعني هو غدا وخلصنا على هيك. فطبعا جبنا سندويشات شاورما وأكلنا وشبعنا والحمد لله. بدي أشكر كل وحدة كتبت لي تعليق كتير حلو، خصوصا أهل العراق ويعني وتونس ومصر وكل البلدان. شكرا لكم كتير كتير على تشجيعكم إلي. إن شاء الله ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بقناتي يا ربي، مشان اتشجع واعمل فيديوهات احلى واجمل من هيك بكتير. وتعملوا لي اشتراك للقناة يا ربي. الله يسعدكم والله يعطيكم شو ما بدكم يا رب. في وداع الرحمن في فيديوهات تانية ان شاء الله.